بعد ما نزلت فيديو اللي فات عن المكرونه بشاميل جالي كام مسج كده ان البشاميل بتكلكع منكم، ازاي تعرفوا تظبطوه صح. ففيديو النهارده كله عن البشاميل وازاي ما يكلكعش مننا. اول حاجه الرو او ماده الربط، ده بيكون الزبده او الماده الدهنيه والدقيق. ممكن تعملوا ميكس بين الزبده والزيت او الزبده والسمنه او سمنه وزيت او حاجه واحده بس زي ما تحبوا. هنحط بقى كميه متساويه بينهم، نص كوبايه مثلا زبده وزيت ونص كوبايه دقيق. لو احنا بقى مبتدئين او خايفين ما يكلكع مننا هنزود كده معلقتين زبده او معلقتين زيت، هيخلي قوامه سائل اكتر ومش هيكلكع مننا. هنفضل نقلب فيه على النار لغايه ما يوصل للون ده والدقيق كده يستوي في الزبده. اللون ده كويس قوي، مش هنغمقه اكتر من كده وبس كده. نيجي بقى للبن. لو الرو ده سخن لازم اللبن يكون ساقع. طيب لو عندي اللبن سخن يبقى اشيل الرو 5 دقايق من على النار يهدى شويه، وبعدين انزل بكل كميه الحليب واقلب كويس، وبعدين ارفعه على النار وافضل اقلب فيه لغايه ما يهدى. لو احتاج شويه حليب تاني او حاسين ان قوامه تخين شويه بنضيف له ونقلب. هنحط له بقى ملح وفلفل اسود، وانا عن نفسي مش بحب احط خالص مكعب المرقه لان هو مش صحي. لو عايزين تحطوا مرقه حطوا كوبايه بعدين بقى بحط قشطه او جبنه كيري او الاتنين، ميكس بين الاتنين، او حتى لو مش عايزين تحطوا سيبوها كده، بس هم بجد بيخلوا البشاميل كريمي وريتش جدا. كده البشاميل خلصت، ما فيهاش اي كلكعه، قوامها مظبوط جدا، وهتخلي معاكم المكرونه كريمي وجوسي وبس كده.